ولأجل ذلك إخوة الإيمان فالأبناء أمانة الله في أعناق الآباء والأمهات، ووديعته بين أيديهم، وهم فريضة ومسؤولية من أكبر المسؤوليات. ألم يسمع الآباء والأمهات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ألم يسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فليسمع الآباء والأمهات الذين قصروا في تربية الأبناء والبنات، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا كله يدفعنا دفعا والله عباد الله إلى أن نحافظ على أبنائنا، إلى أن نربي أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة، أن نربيهم على الفضائل والأخلاق كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة. فنحن كما تعلمون عباد الله نعيش في زمان تزايدت فيه المحن وتنوعت فيه جنبات الفتن، زمان فتحت للشهوات الأبواب وهيأت للمغريات كل الأسباب. وإن نظرة فاحصة من امرئ على هذا الزمان يرى والله أشكالا من الشهوات قد طمت وأنواعا من الفتن قد عمت، فصارت يسيرة أسبابها وصارت سهلة المنال بيد طلابها، حتى أصبح المتقي لها كالقاعد على خبط الشوك وكالقابض على حر الجمر. زمان تموج فيه الفتن موجا، ولعله الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فتن كثيرة عباد الله لا يتحملها الكبار، فكيف بالصغار؟ فالله الله في الأطفال عباد الله، الله الله في أولادنا، الله الله في فلذات أكبادنا، الله الله في هذه المسؤولية، الله الله في تربيتهم. اتقوا الله فيهم فإنكم مسؤولون عنهم، واحفظوا فيهم وصية ربكم، مروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر، خذوا على أيديهم برفق ولين ورحمة، تفقدوهم في مدخلهم، في مخرجهم، في حركاتهم، في سكناتهم، فهذا الزمان مخيف وأنكم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. علموهم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، علموهم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروهم من الكفار ومن التشبه بهم بلباسهم وقصات شعرهم، القصد عباد الله في ترفيههم ولعبهم، واحذروا تمكينهم من الوسائل التي قد تصل بهم إلى المهالك من جوالات وغيرها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أسأل أن يحيي قلوبنا بطاعته